السلام عليكم. لو بتدور على شغل أو تدريب أو علاقات في مجالك أو حتى فرصة سفر، يبقى لازم يكون عندك حساب على لينكد إن. أنا شخصيا استفدت منه جدا، وده اللي خلاني أعمل الفيديو ده عشان أقول لك إيه هو لينكد إن، ليه مهم لأي حد في الجامعة أو يتخرج، وإزاي تبني عليه حساب احترافي يفتح لك أبواب جديدة. وبس كده، خلينا نبدأ. في الأول خلينا نعرف إيه هو لينكد إن أصلا. لينكد إن هو موقع تواصل اجتماعي بس للناس اللي عايزين يشتغلوا ويطوروا في شغلهم، يعني مش زي فيسبوك او انستا، لا، ده للناس اللي عايزه تبني كارير. تقدر تعتبره السي في بتاعك، بس ديناميكي شويه، يعني بيتحدث اول باول، عليه ناس من كل المجالات سواء شركات، مهندسين، طلاب، فريلانس، اتش ار. تاني حاجه خلينا نعرفها مع بعض ليه لينكد ان مهم. في شركات بتوظف من عليه على طول، وفي فرص تدريب كتير سواء اونلاين او حتى في شركات كبيره. وكمان تقدر تبني اسمك، البيرسونال براند بتاعك، وتتشاف من الناس اللي في مجالك. انا شخصيا بدات استخدمه واستفدت منه جدا، وجد قابلت ناس ساعدتني كتير، وحتى في بوستات منهم وصلت لناس كتير. وكل ده حصل وانا لسه طالب، فما بالك حتى لو بدات من بدري شويه. وتالت حاجه معانا النهارده خطوات انشاء حساب لينكد ان احترافي، يعني هقول لك ازاي تعمل حساب من الصفر بشكل احترافي. ودلوقتي يلا بينا نبدا. وطبعا اول حاجه هنفتح لينكد ان عادي، وطبعا للتسهيل هنسجل بجوجل. ده اكونت جديد انا عملته بحيث اسجل بيه بس النهارده عشان الفيديو. ونصيحة، حاول تخلي الإيميل بتاعك يكون اسم معبر، يعني مثلا يكون فيه اسمك، مثلا إبراهيم أشرف ورقمين. حاجة مميزة، مش تحط لي إيميل عشوائي، لا، خلي الإيميل يكون بيعبر عن. تمام، هنا هنحط اللوكيشن. طبعا اللوكيشن بتاعك هو حدد لي هنا اللوكيشن لوحده. طبعا انت اللوكيشن بتاعك هتحطه زي ما انت، المكان بتاعك عادي. انا في اسكندرية طبعا، فهدوس نيكست. هنا بيقول لك لو انت ايه الجوب تايتل بتاعك، يعني ايه عنوان الوظيفه بتاعك. طبعا انا طالب فمش هامله البيانات دي. طبعا لو انت عايز تملى البيانات دي فاملاها سهله، هتحط الجوب تايتل وتقريبا هتحط اسم الشركه والكلام دوت وتمام. لو انت بقى طالب زي حالاتي هدوس اي ام ستودنت. طبعا هيقول لك ايه الكليه بتاعتك او ايه المدرسه بتاعتك. فطبعا انا في المنيا، في كليه المنيا، فطبعا هنسرشه على المنيا. مم، منيا، او ادي المنيا كده، جامعه المنيا. ايه الدرجة بتاعتك؟ طبعا انا بكالوريوس، فبكالوريوس وليكن درجة البكالوريوس. ايه هو التخصص بقى بتاعك؟ انا التخصص بتاعي انفورميشن تكنولوجي، اللي هو الاي تي. انفورميشن تكنولوجي. بدأت في سنة كام؟ انا تقريبا بدأت في 2022، وغالبا هخلص في 2026. 2026 يعني خلاص ان شاء الله. اخر سنة ان شاء الله. طبعا احنا فوق 16 سنة. هندوس كونتينيو. هنا بيقول لك بقى هل انت بتدور على وظيفة؟ ايوه انت بتدور. لا مش بتدور. هنسيبها، احنا بدور على وظيفة. تمام. هنا بيقول لك الجوب تايتل بتاعك والجوب لوكيشن دوت. عشان ايه؟ عشان انت قلت انا بدور على وظيفة، وليكن قلنا فرونت او فرونت اند ديفلوبر. تمام. اللوكيشن بتاعك وليكن انا عايز اشتغل في ايجيبت بس. اه ممكن اشتغل في اسكندرية، انا عايز اشتغل في اسكندرية. ولو عايز تشتغل ريموت هتدوس مثلا هنا انا عايز اشتغل ريموت. نيكست. هنا بيقول لك ماشي، كل ما يلاقي وظيفة او بص على الكلام دوت هيديك نوتيفيكيشن، فاقول له تمام. برضه نيكست. آه ماشي نيكست. طبعا كده احنا عملنا حساب لينكد ان بتاعنا. وهنا بيقول لك هو انت لو عايز تضيف ناس، فعامة احنا هنسكيب الحتة دي دلوقتي. وهنا برضه بيقول لك صفحات لو عايز تعمل لها فولو. وبس كده، كده الاكونت بتاعنا تمام. وتعالى نشرح بقى واجهة لينكد ان سوا. مبدئيا كده دي واجهة لينكد ان. لو دخلنا هنا على الهوم، مبدئيا دي كده واجهة بقى لينكد ان اللي بتظهر. اولا هنا البروفايل بتاعك، هنا بقى التحليلات بتاعة الاكونت بتاعك، هنا الحاجات اللي انت بتحفظها، الجروبات، الايفنتات.
هنا بقى بيظهر البوستات بتاعت الناس اللي انت عاملها فولو او الناس اللي عندك كونكشن. وطبعا هنا بيظهر لك ناس انت عايز تعملها فولو او حاجه، بيقترح عليك ناس. تمام. هنا طبعا لو عايز تنزل بوست بتنزل بوست، عايز تنزل فيديو صوره، وهنا بتكتب البوست براحتك كده. هنا عايز تنزل صوره، عايز تعمل ايفنت. هنا بقى عندك حاجات كتير، فاهم؟ طبعا كل ده هتتعلمه مع الوقت او هتستخدمه مع الوقت بمعنى اصح. هنخش هنا على ماي نتورك. طبعا الاصدقاء هنا على لينكد ان مش مثلا فيسبوك فريندز والكلام ده، لا هنا اسمهم كونكشنز. طبعا انت بتيجي هنا ممكن تبعت لاي حد كونكت. يعني مثلا انا فرونت اند مثلا، فشاف مثلا الشخص دوت اهو فرونت اند ديفلوبر، فانا عايز اضيفه عندي فبعت له كونكت. بس كده كده انا بعت له. مثلا نزلت تحت هنا وليكن مثلا الشخص ده برضه بعت له كونكت. وهنا طبعا كذا بيج ممكن اعمل لها فولو، يعني مثلا جويش مثلا اعمل فولو. هنا طبعا اقدر اضيف ناس، وطبعا لو حد بعت لي هيظهر لي هنا طلبات الصداقه اللي جايه لي بقى، او الكونكشن اللي جايه لي وانا المفروض اقبلها. وطبعا هنا الجوبس عشان نبحث عن الوظيفه وهنتكلم عنها بعدين. هنا المسج، الناس اللي بعت لك مسجات او الشات عامه ممكن تتكلم معاهم. هنا الاشعارات بتاعتك، هنا اشعارات الوظائف، هنا اشعارات البوستات بتاعتك، هنا لو حد عامل لك منشن. نيجي بقى للخطوه الاهم وهي البروفايل. طبعا زي ما انتم شايفين كده البروفايل مفيش خالص يعني مش باين له ملامح. طبعا احنا وظيفتنا دلوقتي ان احنا نظبط بقى البروفايل ده مبدئيا كده. نيجي لاول حاجه وهي صوره البروفايل. طبعا صوره البروفايل لازم تكون صوره واضحه بخلفيه بسيطه، ابتسامه خفيفه. طبعا ممنوع السيلفي، ممنوع الفلاتر، ممنوع الكلام ده كله على الاقل. يعني مش هقول لك صوره بقى تكون فورمال او سيمي، لا صوره على الاقل مهندمه تبان فيها ان انت شخص محترم وجاد وبتاع شغل. فوليكن مثلا ممكن احط مثلا صوره، وليكن مثلا ممكن احط ايه، اظبط كده. لازم طبعا الصوره يكون باين فيها النص الفوقاني بتاع وشك واضح، ده اهم حاجه. ندوس سيف. كده احنا حطينا الصوره، ماشي دي الصوره. تعالى بقى تاني حاجه لحته الكفر. الكفر ده برضو من الحاجات المهمه. طب هتقول لي نعمل كفر ازاي؟ هقول لك انت لو فتحت حاجه زي كانفا مثلا، وجيت قلت مثلا لينكد ان كفر، ده لو عايز تعمل تصميم خاص بيك. فانت هتيجي هنا، هو بس بيعمل لود. يعني انت لو بصيت عندي، لو جينا عملنا كده كده، لو جيت عندي مثلا انا عامل التصميم دوت، فانت ممكن تحط تصميم، تعمل تصميم لنفسك، او حتى ممكن تعمل حاجه زي ايه، ثواني، او حتى ممكن تسرش على حاجه جاهزه بحيث لو ايه، او لينكد ان كفر ويب ديفلوبمنت مثلا او ايا كان التخصص بتاعك. في حاجات جاهزه، يعني مثلا حاجات زي كده، حاجات زي كده، حاجات زي كده. في حاجات ناس بتحط الحاجات ديت عادي يعني مش عيب. المهم ان تكون صوره حلوه وهاديه كده وبتعبر عن التخصص بتاعك. فهنا ظهر لك كذا حاجه انت ممكن تخش تعدل عليها. يعني وليكن عجبني ده، بس ده بفلوس ماليش دعوه بيه. آه م- م. او ده مثلا اللي انا عامله، هتقول كاستمايز وهتخش بقى تعدل عليه، تمسح دول مثلا انا مش عايزهم اهو كده. او ممكن نعمل كده مره واحده ونختصر، نشيل ده كده، نعمل كده ونديليت دول خالص. وبقى تعدل هنا الاسم براحتك اهو، ابراهيم. وطبعا بعد ما تخلص تعمل له داونلود وتروح تاخد. انا وليكن هاخد حاجه جاهزه من الحاجات دي، فوليكن هاخد دي مثلا. هاخدها كده فين بقى؟ ماشي سيف ايمج از اهو، نزل ده. هاجي هنا هدوس كده على علامة ديت، وادوس اد كفر ايمج. وطبعا برضه لينكد ان هنا بيوفرك كفرات جاهزة اهي. يعني وليكن مثلا ممكن اختار دي وادوس سيف بدل ما احط اللي انا جايبه اهو. هو تقريبا النت بعافية شوية. وزي ما انتم شايفين كده ادي الصورة وادي البروفايل.
كده الاكونت بدأ يبان له ملامح، يعني بدأ في صورة تانية بروفايل ليه. لو جينا دوسنا هنا م- م- م. نيجي لأهم جزء وهو الهيدلاين. طبعا الهيدلاين بتاعك ده بيحكي عن نفسك ببساطة، يعني ده بيظهر في كل حتة تقريبا. عملت قصدي كومنت لحد، بيظهر تحت الكومنت كده او تحت اسمك كده بيظهر. نزلت بوست بيظهر، فده عامة اول حاجة او اول انطباع الناس بتاخده عنك، فده انت لازم تكتبه حاجة كويسة. فاحنا كده لو خدنا دي كده كوبي، جينا على شات جي بي تي قلت له انا عايز تكتب له التخصص بتاعك. انا فرونت اند، ويب، رياكت مثلا، وتلوين، وعندي 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 شبث، وهكذا. اكتب له كام حاجة عنك كده، فاهم؟ هو عايز يطلع لك هيدلاين. بص، هو حتى كاتبها لك بالعربي، كاتبها لك بالانجليزي، بس طبعا يستحسن يكون بالانجليزي. فمثلا ممكن ناخد حاجة زي مثلا حاجة زي دي: فرونت اند ديفلوبر، رياكت اند تيلوين، وطبعا كلين يو اي يو اكس. لو خدنا حاجة زي دي كده، طبعا انت هتنقي اللي هيعجبك، او ممكن انت تكتبه بنفسك عادي اللي يعجبك. بس لو دوسنا سيف كده، وطبعا هنا طبعا التخصص بتاعنا او الهدف الاساسي بتاعنا التكنولوجي، فلو كتبنا كده تكنولوجي، مهم. ايا يكن بقى، مثلا او ممكن نكتب اي تي عشان انا اي تي. ممكن مثلا انا مهتم بالتكنولوجيا والانفورميشن والميديا، فاختار مثلا التكنولوجيا والانفورميشن والميديا. هنا الاديوكيشن بتاعي في جامعة المنيا، طبعا احنا حطيناها. واللوكيشن في مصر اسكندرية. هنا بقى ممكن نحط الكونتاكت انفو، دي اللي هي التواصل بتاعنا. يعني مثلا لو جينا هنا رقم التليفون، طبعا ممكن تحط رقم التليفون بتاعك، وليكن مثلا أو زائد 20 أو شرط عن 0669592. كتبت رقم التليفون بتاعي، ده الموبايل بتاعي الشخصي. الأدرس مثلا أنا ساكن في ايجيبت، في أليكس. ديسمبر. تاريخ الميلاد بتاعك عادي يوم 18. ممكن تضيف الويب سايت بتاعك. طبعا أنا عندي بورتفوليو، يعني مثلا لو جيت هنا كتبت ماي بورتفوليو أهو، خدت اللينك كده. لو ما عندكش ويب سايت ما تحطش عادي. أو لو جيت هنا تكتب هنا ده البيرسونال بتاعي، أيوه. أو ممكن في بورتفوليو، ممكن أكتب البورتفوليو. تقريبا بس كده، مش محتاج حاجة تانية هنا أهو. سيف كده، سيفنا الكلام ده. أو لو بدأت تبص كده هتلاقي إيه، ثواني أعمل ريلود. بدأت بص الأكونت بدأ يبان له ملامح. فاحنا لو جينا هنا ندوس مثلا اب بروفايل سيكشن، نيجي هنا بقى للحتة دي. هنا الحاجات اللي انت ممكن تضيفها في البروفايل بتاعك. كور دي الحاجات اللي هي الايه المهمة اللي انت تضيفها. عندك بقى ريكومندد، دي اللي هي الحاجات المستحب اللي انت تضيفها. اديشنال دي بقى اللي هو ايه، حاجات ممكن تضيفها وممكن لا، يعني فاهم، مش هتفرق. فتعالى نشوف الكور هنا. طبعا الاباوت ده يعتبر من اهم الاقسام. ده انت هنا بقى بتوصف نفسك في كل حاجة. يعني انت برضو لو رحت لشات جي بي تي قلت له يعني لما نيجي كده قلت له عايز اكتب about LinkedIn بيعبر عن، واشرح له بقى كل حاجة عنك. يعني انا هكمل دلوقتي اكتب وجاري بتاعي.
وليكن أنا كتبت له اكتب لي about بيعبّر عني اللينكد إن. أنا إبراهيم أشرف طالب في جامعة المنيا فرقة رابعة IT، عندي شغف ناحية الويب خصوصًا React وTailwind. طبعًا بقى أنت تشرح له أنت مين، بتعمل إيه في الكلية، مثلًا باحب الشطرنج. حاول بُص يعني طلّع شوف أنت إيه أكتر حاجة بتحبها تعبّر بيها عن نفسك وهو هيساعدك، يعني اعمل لي كده أهو. يعني بُص هو كتب لي كل ده. طبعًا أنت عايز تعدّل دوّة فأنت هتكتب معاك بشكل احترافي، فأنت هتاخد ده copy برضه. أنا شايف دوّة حلو وعجبني عامةً. أنت طبعًا ممكن تعدّل عليه، تضيف، تشيل، هكذا براحتك، بس أنا باقول لك أبسط حل. بس هندوس save كده. اهم. المفروض هيظهر معانا الabout أهو الabout. بس بشكل احترافي أهو والaccount بدأ يظهر له ملامح. بعد كده لو جينا هنا ندوس على الsection اللي بعديه، هنا add education. طبعًا إحنا ضفنا الكلام ده قبل كده، بس لو عايز تضيف تعليم تاني فأنت هتضيف مثلًا الكلية بتاعتك، الدرجة بتاعة الكلية بكالوريوس، التخصص بتاعك شبه ما قُلت IT. هنا هتبدأ بدأت إمتى، هنا هتنتهي إمتى، هنا التقدير بتاعك جيد جدًا excellent بتاع كده هكذا يعني. هنا لو كنت بتشارك في أي نشاط في الجامعة اكتبه برضه هنا. هنا الوصف بقى أنت بتعمل إيه في الكلية بتاع، عايز تضيف skills استفدتها من الجامعة ودوس save. يعني ده كله هيفيدك برضه. لو جينا هنا بقى للقسم اللي بعديه الposition بتاعك، أنت مثلًا اتعينت في شركة وليكن مثلًا اتعينت front end، فأنت بتكتب هنا أنت اتعينت front end البتاع ده full time part time. هنا اسم الشركة، هنا بدأت إمتى، شغال يعني بُص هنا لو قُلت كده فأنت كده لسه مش شغال في الشركة، فبتكتب تاريخ الانتهاء. هنا بتكتب أنت مكمل. هنا الlocation، هنا الوصف مثلًا كنت شغال على كذا، شغال على كذا، هكذا يعني. وهنا الskills اللي أنت استفدتها، وهنا الMedic لو معاك صور أو حاجة زي كده. تمام، ده كده الposition. آآ معانا تاني الخدمات. برضه دي تقريبًا مش حاجة مهمة أوي، بس لو جينا هنا مثلًا على الcareer break دي اللي هو مثلًا لو عملت استقالة أو حاجة زي كده، وربنا يبعدنا عن الكلام ده دلوقتي، إحنا لسه بنقول يا هادي. نيجي بقى لأهم حاجة تعتبر من أهم الحاجات اللي موجودة وهي الskills. لو جينا هنا أنت تقدر تضيف skills، بس طبعًا بلاش نضيف skills. مش أي skills نضيفها وخلاص بمعنى أصح، إحنا نضيف الskills اللي عندنا بجد، مش أي حاجة في أي حتة زي ما بيقولوا. يعني مثلًا أنا front end فطبعًا عندي HTML. إمم، أضيف آآ ممكن أضيف skills تانية ثواني. CSS. اهم. أضيف بقى react بقى responsive design الكلام ده كله، الskills بتظهر تحت أهي. وطبعًا يعني حاول تضيف skills ما فاهم، تبان إن أنت جاد فيها عشان إيه الحاجات دي بتتقفش أوي. تمام، كده ضفنا الskills. آآ طبعًا لو جينا هنا ثواني، طبعًا ممكن تيجي هنا تبدل ترتيبهم أو تضبطهم على حسب اللي أنت عايزه. تمام، وهنا ممكن تضيف skills تانية عادي. تمام، هنا بقى نيجي لخطوة مهمة وهي الrecommended. تعالَ نشوف إيه الrecommended. هنا الشهادات أو الكورسات اللي أنت خدتها، يعني هنا تقدر تضيف اسم الكورس اللي أنت خدته، تابع لأنهي شركة، بدأت إمتى، انتهيت إمتى، الID بتاع الشهادة أو لينك الشهادة، الskills اللي أنت استفدتها من الشهادة ديّة، الميديا سواء صور أو أيًا كان. وبس كده، دي عشان لو عايز تضيف شهادة، ودي برضه حاجة مهمة. هنا add project لو خدت project معين أو عملت project معين عايز تضيفه فتضيف الاسم. هنا شرح الproject، الskills اللي أنت استفدتها من الproject، الميديا اللي أنت هتحطها، بدأت إمتى، انتهيت إمتى. هنا ممكن تضيف الناس اللي اشتغلوا معاك على الproject. بس كده تقريبًا. برضه من الحاجات المهمة، بس مش أي project يعني تحطه. هنا بقى add courses لو أنت خدت كورسات بس مثلًا كورسات ما لهاش شهادة، فأنت تيجي تضيفها هنا، الكورس الname بتاعه، النمبر. آآ بس يعني الحاجات دي كلها عامةً مهمة. add recommendation دي من الحاجات المهمة بس مش كتير بيستخدمها. يعني إيه add recommendation؟ add recommendation ده أنت بتبعت message لصاحبك مثلًا أو مديرك في الشغل أو الteam leader بتاعك أو أي حد اشتغلت معاه أو أي حد أنت عملت حاجة معاه،
وبتقول له يريكومندك للناس، يعني يقول لك ترشيح للناس، يرشحك للناس، يكتب لك زي نظام رسالة كده بيرشحك فيها واشتغل معاك في ايه وهكذا. فانت بتعمل سيرش على الشخص هنا وبتبعت له وهو بيعمل لك ريكومند حلو، يعني يبعت لحد صاحبك مثلا اشتغلت معاه قبل كده، تيم ليدر، مش عارف ايه وهكذا. كده احنا خلصنا الريكومند. تعالى بقى ايه للحاجات الإضافية. مثلا ممكن نضيف اللغات، يعني تقريبا من أهم حاجة فيهم هي اللغات. تخش هنا مثلا هتضيف مثلا عربي أهي. دي النيتيف بتاعتك. وطبعا ممكن تضيف الإنجليزي وهكذا بقى. غالبا كده انت هتبقى ظبطت البروفايل بتاعك. وبس كده تقريبا احنا عملنا أهم الحاجات اللي في البروفايل بتاعنا. وتعالى نشوف حتى البروفايل بتاعي ونقارن الحاجات دي مع بعض. يعني مثلا لو جينا هنا ده البروفايل بتاعي. لو بصيت كده انا حاطط كفر يعتبر محترم وكويس. حاطط بروفايل بيكتشر، شايف انا اللي انا هو دي تعتبر اكتر صورة عندي واضحة وفيها لبس كده محترم ومهندم. حاطط طبعا هيدلاين محترم. حاطط الكونتاكت انفو اللي هو وسائل التواصل. البروفايل بتاعي هو الويب سايت اللي هو البورتفوليو بتاعي، رقم التليفون، العنوان، الايميل وهكذا. هنا حاطط زرار يوديني على البورتفوليو بتاعي. مهم. آه، يعني هنا انت بتيجي هنا. وطبعا من اهم الحاجات صح اللي نسيت اقولها لكم هي اوبن تو ديت. يعني انت عايز مثلا تدور على وظيفه جديده، فانت بتقول مثلا عايز اشتغل فرونت اند، عايز مثلا تشتغل اون سايت، ريموت، هايبر، او مثلا لو في اللوكيشن عايزه في اسكندريه. تمام. عايز تشتغل دلوقتي ولا ايه؟ فاقول له مثلا عايز اشتغل من دلوقتي، فبدوس مثلا هنا عايز يظهر لكل الناس على لينكد ان ولا الناس اللي بتوظف بس. انا مثلا عايز يظهر على كل الناس على لينكد ان. فهتلاقيه مثلا ايه عمل على صورتي. لا ثواني كده، هنا عايز يحط بوست، فانا لا مش عايز البوست، فانا اقول له لا مش عايز البوست، هو كفايه بس عليا. فدي ميزه مهمه، اللي هو انت مثلا لو عملت كومنت على حد، نزل عند حد، نزلت بوست ايا كان، فهيظهر له اوبن تو ورك لو انت متاح للشغل. فاللي هو ممكن حد يكون عنده شغف ناحيتك فيشوف اوبن تو ورك فيخش يكلمك، فدي ميزه برضو كويسه. تمام. طبعا ده البروفايل، احنا شرحنا طبعا الكفر والبروفايل بيكتشر، طبعا هنا الهيدلاين، وهنا اللوكيشن وبتاع، وطبعا هنا الفولورز اللي عندي، وهنا الكونكشنز. طبعا احنا قلنا الكونكشنز بتخش تضيفهم من هنا. فطبعا انت هتضيف ناس. يعني تعالى بما ان جينا ناحيه نقطه الكونكشن، تعالى نقول ازاي تزود معارفك على لينكد ان. اكتر حاجه بتفرق على لينكد ان هي علاقات، يعني الكونكشنز بتوعك. ضيف زمايلك، دكاترتك، الناس اللي شغاله في نفس مجالك. وممكن اول ما تخش عندهم تبعت لهم رساله محترمه، اللي هو مثلا اهلا بيك، انا كذا، شغال في كذا، عندي شغف ناحيه كذا. ده برضه ممكن يديك انطباع كويس عنك. حاول تشارك في الكومنتات، يعني الناس اللي انت عندهم. مثلا واحد عامل بروجكت كويس عجبك، خش اكتب له كومنت حلو شجعه. مش عارف حد منزل بيشرح ايه، فبرضه خش شجعه. فالكومنتات دي بتفرق. تابع الصفحات الشركات اللي انت لسه بتشتغل فيها. كل ده يعني بص، كل تفاعل بيزود فرص ان حد يشوفك. يعني انت اي حاجه بتعملها على لينكد ان، تفاعل، كومنت، لايك، ضفت ناس، عملت كل ده ليك انت في الاخر. تعالى بقى نكمل في البروفايل. هنا دي التحليلات بتاعه الاكونت بتاعي. يعني مثلا هنا بيقول لك كم حد شاف البروفايل بتاعي، الامبريشنز بتاعه البوستس بتاعتي، كم واحد بيسرش عني. يعني لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان الامبريشنز بتاعتي زادت الفتره دي، يعني زادت بنسبه 9000 امبريشن. الفولورز بتوعي زادوا. البروفايل فيو في اخر 90 يوم 635 واحد شاف البروفايل بتاعي. تعالى بس ننزل تحت. احنا لو جينا هنا على اي حاجه من دول، هنا بيجيب لك تحليل للاكونت بتاعك. يعني الاكونت بتاعي كان ماشي بمعدل ثابت يعتبر، بعد كده عالي، بعد كده عالي اكتر. وفي الفتره دي يعتبر مش احسن حاجه، عشان أنا الفتره دي مريح شويه. طبعا هنا بيجيب لك اكتر بوستات شغاله معاك. يعني البوست اللي انا منزله امبارح يعتبر هو اكتر حاجه شغاله في الشهر ده عامه، هو اكتر حاجه جايبه تفاعل في الشهر ده. بس فدي التحليلات بتاعت الايه، بتاعت بتاعك بمعنى اصح، بتاعت البروفايل بتاعك.
فاحنا لو رجعنا تاني للبروفايل، طبعا ده الاباوت اللي قلت لكم عليه، انا كاتب اباوت حلو. هنا بقى الفيوتشر اللي هو البوستات اللي انت شايفها مثلا جابت ريتش، او البوستات اللي انت شايفها مفيده وعايز تثبتها فوق. فمثلا بوست زي ده، فانت بتدوس عليه كده، فهتلاقي ايه، عايز تحطه في التوب بتاع البروفايل. تمام. تعالى بقى نبص على بقيه البروفايل بتاعنا. مثلا ده بوست انا منزله، بوست زي كده. فانت طبعا دي الناس اللي عامله رياكت اهو، 153 واحد، 16 كومنت، 16 ريبوست. طبعا دي برضو التحليلات بتاعه البوست بتاعي. تعال نشوفها مع بعض. طبعا 5000 امبريشن. البوست ده وصل لكام واحد جديد؟ وصل ل 3000 شخص جديد مش عندي على الاكونت. بسبب البوست دوت انا في 35 واحد شافوا البروفايل بتاعي، وبسبب وجاب كام فولورز، يعني بسبب البوست ده لوحده الناس اللي عملوا لي فولو من البوست ده لوحده 27 واحد. فده رقم محترم عامة. 1800 واحد شافوا البوست بتاعي، يعني شافوا معدل 8 ساعات ونص. ادي الرياكشنات اللي قلت لك عليها، الرياكشنز، يعني كام واحد عمل لاف ورياكت وكده. تعالى بقى نخش اهم حته تعتبر. نيجي هنا بيقول لك الناس اللي شافتك دي الشركات بتاعتها حجمها قد ايه. يعني مثلا هنا من 11 ل 50، فدي مثلا شركه متوسطه تعتبر، مش صغيره برضه. هنا مثلا من 200 ل 500، فده شركه كبيره. من 50 ل 200 برضه شركه كويسه. من 500 ل 1000 فبرضه شركات كبيره. فاللي هو دي حاجات برضه تفرق معاك. هنا لو بصيت هنا هتلاقي مثلا الجوب تايتل، مثلا في حاجات تهمك وحاجات مش تهمكش، تشوف انت بتوصل لمين. هنا برضو اللوكيشن، يعني مثلا اكتر ناس بوصل لهم البوست ده وصل لهم في كايرو، بعد كده الجيزه، بعد كده اسكندريه. اكتر ناس مثلا الحاجات دي وصلت لها الاي تي اي، بعد كده مبادره مصر الرقميه، بعد كده راود، بعد كده مستقل، وهكذا. مثلا السوفت وير ديفلوبمنت دي انا وصلت لهم، فدي تعتبر حاجه كويسه ليا. دي طبعا الناس المبتدئه اللي انا وصل لها، يعني تعتبر 33. طبعا انا يهمني السينيور، فمثلا او المانجر. فاللي هو ايه، يعني الحاجات دي برضو بتبين لك البوست بتاعك وصل فين وعمل ايه، فانت بتحلل البوست وصل مين، وانت بتتارجت انه ناس معينه. فلو رجعنا كده تاني، فتحنا كده البروفايل تاني، زي ما قلنا كده، دي ايه البوستات بتاعتي. طبعا هنا بيبان الكومنتات، يعني الكومنتات اللي انت عملتها كلها على الفيديوهات اللي فاتت، الفيديوهات بتاعتك، الصور، دي كلها الحاجات اللي انت عملتها. وطبعا ديت التعليم اللي انا قلت لكم عليه، يعني انا ضايف التعليم هنا بتاعي اهو. وهنا السكيلز عامه. تقريبا كده مفيش حاجه في اكونت جيت هاب تاني، غير بس تعالى اقول لك على حاجه. نتكلم عن نقطه الشغل، صح، بخصوص لينكد ان. اول حاجه هنخش على التبويب بتاع جوبس ده كل حاجه بخصوص الشغل يعني موجوده هنا. هتنزل هنا هتلاقي كل الشغل موجود تقريبا. فانت لو جيت هنا مثلا وعملت او مثلا بيقول لك في شغل فرونت اند هنا اهو، فرونت اند برضه. فاحنا لو جينا هنا مثلا وقلنا وريني كل الشغل، يعني هنا هتلاقيه بيقول لك في شغل بارت تايم، في شغل ده ريموت. طبعا هو هنا بيجيب لك على حسب اللي انت كاتبه، فاحنا كاتبين فرونت اند، احنا فرونت اند، فهو جايب لك كل الحاجات الفرونت اند. تمام. يعني ممكن اخش مثلا على حاجه زي دي كده، انترنشيب بتاعه تدريب صيفي، فلو دخلت عليها لقيتها عجبتني فممكن اقدم فيها. هنا الشغل البارت تايم، شغل الريموت، ايزي باي، اي تي، فري اديوكيشن، تعليم. فكل حاجه موجوده هنا عامه. غير كده في ناس مش بتبقى موجوده الوظايف هنا، بيبقى في بوستات عامه، الناس بتنزل بوستات الوظايف، فرص تدريب، فرص شغل، ايا كان. فانت برضه خليك موجود، بيطلبوا منك السي في، حضر السي في، خلي اكونت لينكد ان مهندم بتاعك زي ما قلت لك. يعني زي ما قلت لك، قدم على الفرص، ابعت رسائل للاتش ار، تابع الناس اللي بينزلوا فرص باستمرار، بتاع دوت، سواء تدريب. خلي حسابك دايما ابديت، يعني عشان لما حد يدور على حد شبهك يلاقيه. يعني مثلا صح، مثلا انا واحد داخل دلوقتي ادور على حد فرونت اند، فاكونت بتاعك كويس، فبالتالي لينكد ان ظهرهولي، فخلاص انا لقيتك، فاخش اشوف الاكونت بتاعك، عجبني هكلمك. تاني حاجه هقول لك ازاي تشارك تجربتك على لينكد ان.
لينكد ان مش بس للمحترفين، كل واحد فينا عنده رحله ممكن يشارك. يعني خلصت كورس احكي عنه، بدات تتعلم حاجه جديده شارك الخطوات بتاعتها، خلصت مشروع اعرضه وشارك الناس النتيجه. حتى انا بدات اشارك يومياتي في تعلم رياكت، والناس بدات تتفاعل معايا وتشجعني اكمل، وفي ناس شافت شغلي كمان وتواصلت معايا. ودلوقتي هحكي لك قصتي مع لينكد ان بالمختصر البسيط. هو احنا كده يا صديقي يعتبر خلصنا الفيديو، بس مفضلش غير الخاتمة في الآخر، أو نختم الفيديو في الآخر. بس أنا قلت أشاركك تجربتي الشخصية ويمكن تستفيد منها. بص، أنا بدأت لينكد إن بجد من وأنا يعني من شهر رمضان اللي فات كده. كنت فاكر إن هو موقع ممل صراحة، يعني كنت بمل منه، اللي هو أنا بخش أقعد أقرا في كلام وبتاع. غير كده ما كنتش فاهمه، يعني ما كنتش فاهم إيه لينكد إن ده أصلا، فكنت شايفه ممل. بس بعد أول ما نزلت أول بوست ليا وبدأت أتفاعل معاه لقيت نفسي حبيت الموضوع. يعني مثلا إيه، بدأت أشوف محتوى تعليمي، فرص تدريب، بدأت أشارك شغلي. الناس بدأت تتفاعل معايا شوية شوية، الناس بدأت تعمل لي فولو، بدأت فاهم؟ فواحدة واحدة الدنيا بدأت تحلو. يعني إحنا لو جينا هنا مثلا هقول لك إزاي تشارك تجربتك وتعمل مثلا اللي أنا بعمله. لو جيت هنا مثلا دوت كده، ده مثلا مشروع أنا عملته وأنا بتعلم رياكت فنزلته. يعني ما شاء الله هو جايب 43 رياكت، فده حاجة كويسة. هنا مثلا ده بص انا منزله امبارح، ده البوست اللي هو جايب عندي 153 ريال. ده ايه مثلا؟ ده اكستنشن. انا كنت بكلم واحد صاحبي، فهو عمال يبعت لي الايرورز بتاعت الكود بتاعته كصور على الواتساب، وانا المفروض احل الكود ده. فانا زهقت منه، فقلت له في اكستنشن كذا 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 تعالى نستخدم. فهو ما كانش عارف الاكستنشن دي، فقلت اكيد في ناس كتير برضه ما تعرفش الاكستنشن، فقلت انزل لها بوست على لينكدين. وزي ما توقعت طلع الناس كتير كمان استفادت منها، وزي ما انت شفت عجب الناس البوست والناس اتفاعلت معاه، وزي ما استفدت فدت الناس. فده بمعنى اصح مش كل حاجه انت عارفها الناس تعرفها، مش كل حاجه الناس عارفاها انت عارفها. فانت هتفتح لينكد ان زي ما هتفيد زي ما هتستفاد. يعني بمعنى اصح، يعني لو بصيت هتلاقي نفسك، مش بقول لك ان انت معنى كده ان انت تشارك اي حاجه في اي حاجه، لا بالعكس. يعني ما تشاركش اي حاجه في اي حاجه، شارك الحاجات المهمه. ومعنى كده مش انت ما تشاركش خالص، لا. يعني ما تقولش بقى انا لسه صغير لما اعمل مشروع كبير، انا لسه مبتدئ، انا لسه مش عارف ايه. لا صح، ابدأ. مش لازم تبقى هيرو مرة واحدة. يعني مش لازم تبقى الشخص اللي مفيش منك عشان تنزل على لينكد ان. بالعكس، انت ابدأ وشارك رحلتك عشان الناس تعرف انت عندك شغف، عندك طموح. بتبدأ ايه خطة التواصل بتاعك؟ انا مشيت عملت كذا عملت كذا عملت فعندك رود ماب ماشي عليها بتاع، فالناس عارفة ان انت شخص طموح وبتسعى وبتعمل وبتمشي ورا حلمك. غير كده اقول لك على حاجة. انت لو عملت دلوقتي الاكونت وبدأت تشارك الحاجات البسيطة اللي انت بتعملها، هت عادي في الاول الاكونت هيلم ريتش بسيط ريتش بسيط ريتش بسيط، ناس مش كتير تعرفك مش كتير تعرفك. واحده واحده انت بتطور مستواك والاكونت بيكبر معاك برضه، بحيث لما تيجي تعمل بعد كده مشروع كبير والمشاريع اللي انت بتقول عليها دي وتبقى شخص جامد ومؤهل وعايز تدور على شغل، يكون الاكونت بتاعك جاهز. ما تجيش بقى تبدا من الاول. يعني انا دلوقتي بدات اتعلم فرونت اند. فاقول لا انا مش هعمل اكونت على لينكد ان غير لما اخلص الفرونت اند دي واقفل اللعبه واعمل بروجكتات كبيره بقى، ويبقى ايه الواد الفرونت اللي مفيش منها الكفته دي يا صاحبي. اسمع مني زي ما بقول لك كده. انت هتخلص مثلا وليكن يا عم فرونت اند وانت فعلا شخص ما شاء الله عليك مفيش منك. بس جيب بقى ايه بعد ما خلصت؟ يلا بينا نبدا في لينكد ان. لقيت نفسك بتعمل اكونت ومنزل بروجكت بص مفيش منه، بس ما عندكش ناس، مفيش ناس تعرفك. رياكتين يعني بالعافيه من صحابك، كومنتين. فين الناس بقى اللي شافتك؟ فين الناس اللي مستنياك تكبر ومستنياك؟ ممكن تكون في اساسا ناس متابعاك مستنياك توصل للحته الفلانيه وتخش تكلمك على شغل معين. فانت ليه تحط نفسك في الحته دي؟ ليه تبدا متاخر؟ لا، انا اهل نفسي بحيث الناس تبقى عارفاني. يا عم ماشي، الناس عارفاني منزل بروجكتات صغيره، فلما يلاقوني هوب اتطورت ونزلت بروجكت كبير فالناس هتدعمني وتشجعني. غير كده، تاني حاجه انا كشخص بحب التشجيع عامه. يعني انا لما نزلت بروجكت زي ده ولقيت ناس بتشجعني في الكومنتات يعني زي كده اهو، بيرفكت اكسترونت ورك مش عارف ايه بتاع، انت بيجي لك شغف ان انت تكمل. هو انت في ناس حابه الشغل بتاعك. غير كده في ناس بتبعت لك بتقول لك يلا بينا نشتغل سوا. فانت عامه لينكد ان مش هقول لك ما تنزلش عليه، لا انت حاول تخليك اكتف ومتفاعل عليه. مش معنى كده ان انت
تبعت كونكت لكل الناس، مش اي حد، لا تبعت كونكت، ابعت كونكت للناس في التخصص بتاعك، الناس اللي هتفيدك، لصحابك، الدكاتره بتاعتك زي ما قلت لك. ومش معنى كده ان انت تقعد تنزل بوستات كل يوم بقى ومش عارف ايه وبتاع. لا بص صح، مش هتخش تجيب لي بوست من على شات جي بي تي او اي حاجه، لا مش اي حاجه في اي حاجه تنزع من كده. معاك معلومه مفيده، يعني مثلا هقول لك انا البوستات بتاعتي لو بصيت هتلاقي مره مثلا شهاده هنا وكده، هتلاقي مره تانية بتكلم في موضوع في رياكت عامه، مره تانية بشارك مشروع، مره تانية بشارك اكستنشن. فعامه انت مالكش قاعده، انت بتحاول تفيد الناس بس مش اكتر. يعني انت مثلا ايه، بتشارك قصه نجاحك، فالناس بتتعرف على قصه نجاحك. بتشارك شهاده انت خدتها، بتشارك بروجكت انت عملته فالناس بتشوف الشغل بتاعك. بتشارك مثلا، بتتكلم في موضوع مهم، انت مثلا في فكره، مثلا كنت شغال على بروجكت معين وفي ايرور معين مثلا واجهك وانت قعدت تحله ومش عارف ايه وبتاع، فانت بتشارك القصه دي. ممكن حد يكون غيرك بيقع في الايرور ده، او حد غيرك لسه ما وقعش فيه، فيشوف البوست بتاعك يستفيد، بحيث لما يجي يقع في نفس المشكله يفتكرك ويفتكر الحل بتاعك. مثلا شبه الاكستنشن دي، اكستنشن مفيده انت شايفها فادتك كذا وكذا 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 وحلت عنك كذا، نزلها واشرح هي فادتك في ايه ومش عارف ايه. غير كده يا صديقي، حوار شات جي بي تي بقى بيساعدنا جدا، زي ما انت شفت كده انا كتبت الهيدلاين بشات جي بي تي، الاباوت بشات جي بي تي. غير كده ممكن، مش هقول لك اكتب بقى البوستات بشات جي بي تي، بس خليه يساعدك. يعني مثلا ايه، انا وانت عارفين ان احنا بنكتب الكلام مش بننسقه، فشات جي بي تي هتبعته لك مثلا، هينسقه لك، هيحط لك ايموجي مش عارف ايه، هيزود لك كلمتين حلوين بتاع. غير كده انت في الاول والاخر يقرا، تعدل، تشيل، تحط. فانت حاول برضه تستغل من نقطه شات جي بي تي في الحوار. وعلى ما اعتقد انا طولت عليك في الفيديو، بس انا والله العظيم يعني اول مره اعمل فيديو زي ده، وان شاء الله يكون فيديو مفيد، وهحاول اطور الفيديوهات ان شاء الله واحده واحده زي ما قلت لكم. وبس كده، يعني خلينا نختم بقى الفيديو ونقول ان لينكد ان مش مجرد وسيله شغل، لا هو بيبين فيه شخصيتك، شغفك، رحلتك. ابدأ لو حتى بخطوة بسيطة، يعني زي ما قلت لك كده، بلاش تستنى تبقى مفيش منك عشان تشارك. وبس كده يا صديقي، لو الفيديو ده فادك اعمل لايك وشاركه مع صحابك اللي عايزين يعملوا اكونت على لينكد ان. ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات او ابعت لي على لينكد ان وهرد عليك بنفسي. وطبعا هسيب لك لينك بتاع حسابي في الكومنتات تحت، لو عايز تخش تعمل لي كونكت ونتواصلوا مع بعضينا، اديك لاف وتديني لاف وهكذا، والدنيا تبقى لذيذه. غير كده انا بشارك حاجات مهمه فممكن تفيدك برضو فيما بعد. غير كده يا صديقي انا عامل برضو قناه على الواتساب، هسيب لك برضو اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. القناه دي احنا بنشارك فيها برضو، بنتناقش في مواضيع مهمه، بنتكلم عن حاجات برضو حلوه. غير كده بنعمل مسابقات وبنعمل هدايا. يعني مثلا انا منزل بوست قبل ما اصور الفيديو دلوقتي، قلت خمن الفيديو الجاي يبقى لك عندي هديه. فطبعا في شخص خمن، اول حد خمن فخد الهديه. هتقول لي ايه هي الهديه؟ هقول لك الهديه اللي انا قلت له انا هراجع لك الاكونت بتاع لينكد ان بتاعك، انا هفتح اكونت لينكد ان بتاعه. طبعا انا مش بقول لك ان انا شخص مؤهل ان انا اعمل الحاجات ديت، بس انا طالب زيك، زي ما اكون كده ايه، مش بقول لك كلام نظري ولا لا، انا بشارك الرحله معاك. يعني ايه، احنا بنجرب سوا، نتعلم سوا، نغلط سوا، نتطور سوا، لحد اما نبني نفسنا صح. مفيش حد بيتعلم غير لما يغلط. يعني مش هاخد فيديو كذا اعمله كذا خلاص كده، لا لازم اجرب بنفسي، اعمل بنفسي، اقع هنا اعمل هنا لحد ما اتعلم. فانا يا صديقي بنتعلم سوا وده مش عيب. زي ما قلت لك، هراجع لك اكونت لينكد ان بتاعك، اديك نصيحه كده، اديك نصيحه كده، فاهم؟ وطبعا انتوا كمان مش ناسيكم من الهدايا. اول 5 اشخاص هيخشوا يعملوا فولو للقناه ويبعتوا لي على اخر مسج يقولوا لي جاي لك من طرف الفيديو، انت كمان ليك مراجعه على لينكد ان مجانا برضه. بس كده يا صديقي، وما تنساش شبه ما قلت لك تعمل لنا لايك وكومنت. وغير كده تتابعنا على لينكد ان، وتتابعنا على على القناه الشانل بتاعت الواتساب، عشان طبعا هينزل عليها كل جديد. وبس كده، مش عايز اطول عليك اكتر من كده. ولو الفيديو فادك بس وبس كده يا صديقي، مش عايز اطول عليك اكتر من كده، واتمنى الفيديو يكون فادك، وان شاء الله تكمله السلسله جايه، وفيديوهات جايه، وتطوير للقناه جاي. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون فادك تاني، وسلام.